أتمنى أنه من كل الشباب اللي بعد فرحة المنتخب أو بعد فوز المنتخب نتمنى أنه بدون إطلاق العيارات النارية حتى ما نأذي ناسنا وأهلنا اللي هم موجودين. أكيد ما راح يتأذى أي أحد غريب. شوف احنا عندنا شغلتين نحب نحكي عنها. أول شيء موضوع الإطلاقات النارية كلش نبتعد عن هذا الموضوع تماما. اللي يطلق طلقة واحدة معناته هذا ما يحب العراق ومو فرحان ويانا، هذا ضدنا معناته. هاي يعني خلينا نتفق على هاي القاعده. وثاني شيء اذا احنا خسرنا رجاء لا حد يتهجم لا على منتخب عراقي ولا على حتى ولا نبدل احنا مشاعرنا، خلينا فرحانين. احنا وصلنا لهاي المرحله هو بحد ذاته انجاز. وثالث شغله انه يا ريت انه ما نحكي على المنتخب الاماراتي، لان المنتخب الاماراتي والشعب الاماراتي شقيق وماكو داعي انه نتهجم. لازم تكون روحنا رياضيه، نحب الجميع مثل ما نحب الخير لنفسنا نحب الخير للجميع. لا يعني اكيد هاي لعبه كره القدم بالضبط. هاي يعني كلش مهمه وهم فرحوا بينا وتكافئوا ويانا ب 2007 من اخذ العراق كاس اسيا انه اول بلد احتفل بالمنتخب العراقي هو منتخب او الشعب الاماراتي او الحكومه الاماراتيه انه كانت حاضره حتى انه بتكريم وتقديم الهدايا لكل لاعبين المنتخب العراقي. فنتمنى التوفيق لكل المنتخبين ونتمنى ايضا الفوز عراقي 100% حتى ان تكون البطوله رقم 4 بتاريخ الكره. تريد هوسات جديده؟ تعبتوا؟ يعني تعبتوا لو عطتنا الملعب واحنا بنلعب في اريدها. خلينا نستستر لكنهم همهم انه كانت لازمه لكل المشجعين العراقيين اللي يتواجدون بساحات الملاعب انه حتى الدوليه اكلناهم همهم مثل ما انه اكلنا الفرق مو اكلناهم صح يعني اكلناهم اكلناهم بالنتائج المرضيه اللي كانت مرضيه لكل الجماهير العراقيه وحتى مرضيه للمنتخب العراقي. نتمنى اليوم هم تكون اكله دسمه بنتيجه دسمه 3-0 4-0. احنا مطمعين المهم الفوز انه بالسنوات الماضيه ببطوله الخليجي وحتى على مستوى كل المباريات الدوليه اللي لعبها العراق مع دوله الامارات الشقيقه ومنتخب الامارات الشقيق. نتمنى الفوز اليوم للعراق حتى انه تبقى هذه الفرحه موجوده وتبقى هذه الاجواء الاحتفاليه بعد المباراه. ايضا احنا مثل ما تشاهدون انه هسه خلصنا لكم تغطيتنا وبعدنا مستمرين اكيد وننتقل حتى نشوف اللعبه من البحرين او ارض البطوله المقامه في البحرين. نشاهد هذه اللعبه ونتمنى انه المنتخب العراقي يفوز ان شاء الله الشوط الاول حتى انه تكون نتيجه مرضيه والجماهير العراقيه راضيه ان شاء الله. هاي الهوسه يمكن بدت المباراه. يلا نسمع هوسه قبل المباراه. ما اعرف والله هسه بس خليه يطنن.